لما القدر بيكتب سطوره صعب يتغير يا خلفاوي، وللأسف قدرك ومصيرك الأسود في الحياة كان من نصيبي أنا. فكرك يا عم الشيخ هنوصل لحاجة باللي احنا بنعمله ده؟ عم الشيخ سمع يا خلفاوي صوت العداد ده؟ وقتك خلص خلاص يا خلفاوي. عزيزي النباش، مسا عليك في اعظم عيله في الدنيا، عيله النباشين. طب والله العظيم وحشتوني وعارف انكم زعلانين مني، بس برضو الدنيا تلاقي يا صديقي، محدش يقدر يمنع على الحوارات ولا المشاكل. طب فكرك انت اني حابب اذنبكم كده قصادي؟ لو قلت تبقى غلطان، لان المكان اللي انت فيه دلوقتي ده كياني وحياتي اللي انا بحارب فيه بقالي سنين، وعشان انتوا الجزء الاكبر والاهم في حياتي، فانا حابب اعتذر لكل اخ واخت فيكم واقول لكم حقكم عليا. وحقكم عليا الكلمه دي مش هتتقال كده وخلاص. ليه يا عم؟ لان بكل بساطه بدايه من الفيديو ده انت ما كنتش هتلاقي حلقتين في الاسبوع، فانت ثابت كده هتلاقي معاك حلقه كل اسبوع، والايام جايه وبيننا اهي وهتثبت لك. المهم دلوقتي، وعلشان ما اطولش عليكم، انت اكيد عرفت من عنوان الفيديو انا جاي اعمل ايه النهارده. مشرحة حلوان. بس ده برضه مش اللي انا اقصده. انا اقصد انت فاهم وواعي للاحداث القديمه كويس؟ طب قدرت تربط اي حاجه ببعض وتفهم انا عايز اقول لك ايه في الجزئين اللي فاتوا؟ انا واخد بالي ان في ناس كتيره دلوقتي لازم توقف الفيديو وتروح تراجع الجزئين اللي فاتوا. وما تنساش ان دخول ملواني لمشرحة حلوان من سنه كان ليه دور كبير قوي في الجزء الثاني، وده الجزء اللي ادريس وضح لي فيه ان ملواني معكوك معايا في نفس القصه. فما تنساش كده تروح تراجع وتفتكر معايا حصل معاه ايه. هسيب لك لينكات الثلاث فيديوهات تحت في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت، تروح كده تراجع الاحداث. وعايزك كده ترجع لي النهارده وتفتح لي دماغك لكل كلمه هتتقال. اما بقى عن كل نباش جديد اول مره يشوفني، فاحب اقول لك نورتني. عزيزي النباش الجديد، احنا متعودين كده قبل ما بنبدا كل فيديو شويه عادات وتقاليد كده بنعملها عشان نخش في الموضوع، وهو انك تجهز اي مشروب عندك بتحبه يخليك مصحصح وفايق معايا. ما هو اللي هيتقال دلوقتي عاوز دماغ موزونه قوي عشان يتفهم، وتنزل دلوقتي تخبطني اللايك الرايق بتاعك، والاهم انك تقعد في مكان هادي كده وراسي بعيدا عن اي حاجه ممكن تعطلك عن اللي هتسمعه دلوقتي. وتعمل ايه كمان بالظبط كده يا عمنا؟ تطفي نورك وتحط الهاند فري في ودانك عشان تركيزك يبقى معايا ومع كل كلمه هتتقال دلوقتي. شفت بعيني اقرب الناس ليا جد الله يرحمه بيحط ايده في ايد ادريس وبيقدم جثث ملهاش اي ذنب، قرابين للشيطان والجن. بس اللي مش قادر استوعبه، ازاي انتوا جايين وعارفين انكم هتموتوا؟ اكبر مشاكل يا دكتور ان يوميا تقريبا بحلم بنفس الحلم ونفس الاحداث بنفس الشخصيات، بس الشخص اللي كان واقف بعيد ده، وبمجرد خروجي من المشرحه لقيته مره واحده وقف قدامي وبيضحك لي، ولقيته بيقول لي اللعنه بدات والدور عليك. بعد ما وصلنا لنص الطريق
عاوز تسيبني وتمشي يا خالد؟ طب اخويا يا خالد، اخويا لما ربنا يجي يسألنا عنه هقول له لا يا رب انا خفت فاخدت بعضه ومشيت؟ انا مش همشي يا خالد. لو انت عاوز تمشي توكل انت على الله، انما انا مش همشي. انا لازم اكمل لو انت كويس يا اسطى. يا عم خلفاوي والله انا زعلان منك بجد يا عم، والله وحشني. يعني ما ينفعش كده نقعد مع بعضينا يومين كده من غير وش. انا خايف عليك. ظروف ايه وعمر ايه؟ ايه الموضوع الغريب اللي انت فاتحه ده يا ابني؟ ما انت عارف الموضوع ده اتقفل من زمان، واخر مره رحت فيها هناك وانت عارف اللي حصل لي. ما هو المصيبه يا ملواني، الموضوع رجع اتفتح تاني واللعنه بدأت. فوق يا كابتن، جبتك معاك كابتن. فوق يا كابتن. ما حسيتش بنفسي غير والناس بتحاول تفوق فيا، اللي بيقول لي فيك حاجه واللي بيقول لي مالك يا ابني وايه اللي جابك هنا. فايقنت في الوقت ده اني كنت مرمي قدام بوابه المشرحه. معرفش ده حصل امتى وازاي، بس ده اللي انا كنت فيه. قمت من غير ما انطق بولا كلمه واخدت بعض مشي لحد ما وصلت الشقه، وطبعا لان ما كانش معايا لا مفاتيح ولا موبايل ولا اي حاجه خبطت على الباب وخالد فتح لي. واول ما فتح لقيته بيبص لي بنظرات كده اللي هو انت لسه حي يعني، وفضل فعلا ياخدني بالحضن وقال لي حصل لك ايه ورحت فين وايه اللي خلاك اصلا اختفيت المده دي كلها. وقفت عند الجمله دي وسالته باستغراب مدة ايه يا ابني؟ ده احنا كنا لسه امبارح سوا. قال لي جملة خلت جسمي اتنفض وانا قاعد. قال لي يا خلفاوي انت مختفي بقالك 5 ايام، انا معرفش عنك اي حاجة فيهم ولا حتى كنت عارف اوصلك. ده لدرجة اني بلغت الشرطة وطلعت بره المنطقة هنا وحاولت اوصل لاهلك وكلمتهم فعلا. قالوا لي انهم ما يعرفوش عنك اي حاجة من ساعة ما رحت لصاحبك الظابط ده، ومن يومها يا صاحبي وانا قلب عليك الدنيا. ويوميا كنت بروح المشرحة ودورت عليك في كل مكان وبرضه ما لقيتلكش اي حاجه تدل على وجودك غير تليفونك اللي كان واقع من جيبك في الدور التاني. وده اللي خلاني اصلا ابلغ الشرطه بعد ما يئست ان ممكن الاقيك. واللي جه في بالي بعد الفتره دي كلها اني كنت هكلم اهلك واعرفهم بكل حاجه حصلت، واعرفهم ان اكيد حاجه حصلت لك لا قدر الله يعني. ما هو اختفائك المفاجئ ده ما كانش وليد الصدفه، احنا كنا في قلب المشرحه. مسكت دماغي في الوقت ده كنت حاسس بتعب رهيب ومش قادر اتناقش معاه في اي حاجه. بس اللي انا وانتوا فاهمينه دلوقتي ان اللي حصل ده اكيد رؤية تانية، واللي عدى معايا في المشرحة في اقل من 15 دقيقة عدى هنا في الواقع في 5 ايام. بعد دقايق من الصمت خالد رجع قال لي طب يا ابني مش هتحكي لي برضه ايه اللي حصل؟ انا عايز احكي له والله بس مفيش طاقه ومش قادر احكي. ففضل السكوت كده عامم لدقايق. خالد كسر السكوت اللي احنا فيه وقال لي خلفاوي انا ليك عندي خبر هيفرحك وهيريح قلبك وهنخلص بيه من كل الحوارات اللي احنا فيها دي. بصيت له كده باستغراب وقلت له خير يا خالد في ايه؟ قال لي انا لما كلمت اهلك عرفوني ان اخوك الحمد لله بخير ورجع البيت، وانه كان كل الفتره دي عند واحد صاحبه بيريح اعصابه يعني من اللي هو كان فيه. رديت وقلت له طب يا سيدي الحمد لله انه بخير. بص في عينيا كده وهو مستغرب وقال لي انت مش مبسوط عشان اخوك رجع ولا ايه يا خلفاوي؟ رديت وقلت له لا يا خالد انا مش مبسوط من اللي جاي. اللي جاي يا خالد اصعب بكتير قوي من اي حاجه عدت. رد عليا وهو مرتبك في الكلام وبيتهته وقال لي خلاص يا خلفاوي خلاص ما علينا من اللي حصل. انا شايف دلوقتي يا خلفاوي ان وجودنا ملهوش لازمه، وخصوصا بعد اختفائك ده. ابوس ايدك يا خلفاوي يلا نمشي من هنا. قلت له لا يا خالد انا مش همشي ولا هيرتاح لي بال غير لما افهم. الموضوع يا خالد بقى اكبر من انا وانت واخويا، الموضوع فيه ارواح كتيره بتروح وهتروح يا خالد، فانا مش هينفع امشي. خالد رد وقال لي وانا مش هستنى يا خلفاوي لحد ما حد فينا يتأذي او يتكرر اللي حصل ده، وساعتها الله اعلم هيكون مصيرنا ايه. ما تفوق بقى يا خلفاوي، اخوك والحمد لله رجع واللي احنا جايين علشانه طلع خير، هنقعد ليه تاني يا بني ادم انت؟ رديت وقلت له طب
ومين اللي قالك ان الموضوع خلص؟ حتى لو اخويا رجع يعني، فاللي انا شفته امبارح ده اكيد مصيبة تانية وداخل فيها ملواني. خالد رد وهو مستغرب وقال لي وايه دخل ملواني بالموضوع؟ قلت له ما هو انا اللي هيجنني ان انا شفت ملواني في رؤية تانية، وحكيت له على كل اللي حصل من اول ما اتفرقنا. رجع يبرر الموضوع ويقنع فيا ان احنا مالنا، واكيد ده ملوش تفسير، لان ده مجرد حلم حصل قدامك لموقف قديم، فانا مش شايف ليه اي مدلول. قلت له مش انت اللي هتحدد يا خالد، انا شايف ان وجود ملواني في حاجه زي دي اكيد في حاجه خطر او في حاجه هتصيبه، وانا مش هسيب ملواني يتاذي. وسالته بعدها على موبايلي واخدت منه الموبايل وكلمت دكتور رشيد، وبعد ما حكيت له اللي حصل قال لي ان وجود ملواني في وقت زي ده تحديدا بيأكد ان في اذى كمان هيصيبه، والاذى ده ليه دخل بعيلة الصواف، بس ايه هو نوع الاذى وهيحصل امتى وازاي ده في علم الغيب، انا بفسر اللي بتقوله مش اكتر. واعتقد كمان ان شيماء الصواف دي قريب من الدرجة الاولى لعزت الصواف صاحب جدة، والاكيد هنا ان شيماء الصواف بما انها كانت صغيرة ومفيش اذى صابها، فاكيد اللعنة صابتها وهي كبيرة ووصلتها للمكان ده وموتتها فيه. واللي بيأكد على كلامي ده طبعا كلام ملواني لما قال انها لسه ميتة 2015، معنى كده ان موتها وهي كبيرة ده كان برضه بسبب اللعنة. وقصة انك شفت ادريس اللي انا متأكد 100% انه ساحر او دجال، وشفت جدك وهو متعلق من رقبته في حبل المشنقة، فالساحر اكيد بيوضح لك الطريقة اللي مات بها جدك. قلت له بس انا يا دكتور لما بصيت في السجلات اللي انا حكيت لك عليها دي كان سبب الموت انتحار مش شنق. قال لي ما هو يا خلفاوي الشنق ده بيندرج تحت قائمة الانتحار، شنق نفسه مش قصة يعني. قلت له طب ما دي يا دكتور نفس الطريقة اللي مكتوبة لعزة الصواف. قال لي لا دي انا ما اقدرش اقول لك فيها او لا، لانه ممكن يكون ميت بطريقة تانية. واللي انا متأكد منه يا خلفاوي من الرؤيتين والحلم اللي انت حلمته ان في الفترة دي اللي هي من 1/1 ل1/2 زي ما مات فيهم جدك وعزة الصواف، فاكيد يا خلفاوي بنسبة كبيرة وجود الرؤية دي وان ربنا اختصك بيها، انا متأكد ان في ناس بتتأذي وهتتأذي في نفس الفترة. بلعت ريقي وقلت له انت تقصد يا دكتور ان في ناس من عيلتنا وعيلة الصواف هيموتوا الشهر ده؟ قال لي مش بعيد، ومش بعيد ملواني يحصل له زي ما بيحصل لكم كده، فلازم تكلم ملواني وتفهمه. والاهم دلوقتي عملت اللي قلت لك عليه وسالت. قلت له سالت عليا يا دكتور؟ ده انا كل ما اطلع من مصيبه اخش في اللي بعدها، انا ما اخدتش نفسي اصلا عشان اسال يا دكتور. قال لي لو عاوز نصيحتي بجد ما تروحش اي مكان ولا تخطي خطوه الا لما تعرف اصل وفصل الحكايه من عندك. وقصه رجوع اخوك دي معنى كده ان اخوك ما كانش المراد من البدايه، فالحق نفسك يا ابن الحلال قبل فوات الاوان. انزل ودور يا خلفاوي وابعد عن المشرحه تماما. رديت وقلت له طب ازاي يا دكتور هنزل وادور عن ناس ميته من 60 سنه؟ ده حتى لو في حد يعرفهم في نفس الفتره هلاقيهم ماتوا هم كمان. رد وقال لي وهو متعصب انت مش هتدخل في علم الغيبه يا خلفاوي، انزل ودور في محيط المشرحة واكيد حد هيدلك، ويا ريت بس تشغل دماغك شوية وتدور على الناس الكبيرة اللي ساكنة في المنطقة من زمان. قلت له تمام يا دكتور هعمل كده، وقفلت معاه. قمت من مكان اتحرك وقلت لخالد يلا بينا يا خالد عشان هننزل دلوقتي. خالد قال لي انت مجنون يا خلفاوي يا ابني، انت لسه راجع من حوار ربنا عداك منه بمعجزة وانت برضه مصر. قلت له يا ابني ما تقلقش، احنا مش نازلين المشرحة تاني، احنا نازلين بس نسأل عن حاجة معينة في محيط المشرحة. قال لي هتنزل تسأل عن ايه برضه؟ انا مش فاهم. قلت له مش وقته دلوقتي، هفهمك بعدين. جاي ولا انزل لوحدي؟ نزلنا واخدنا بعضنا ورحنا لمحيط المشرحة هناك، واول حاجة افتكرتها هي مستشفى الصدر اللي كانت موجودة في وش المشرحة على طول. بس وقفت لثواني كده افكر انا هدخل جوه اسأل مين ولا اروح فين، والمستشفيات عموما بتبقى عبارة عن نبطشيات، فالموضوع كان هيبقى معقد جدا بالنسبه لي. فزي ما تقول كده ما حبيتش اوجع دماغي باكتر من اللي انا كنت فيه. في الوقت ده انا كنت واقف قدام المكتبه العامه اللي كانت على اول الشارع، قلت ادخل اجرب حظي، يا صابت يا خابت عادي. وفعلا دخلت المكتبه لقيتها كبيره جدا وفيها اقسام وما شاء الله من زمن يعني، ولاحظت ان في حد قاعد على مكتب زي كده على جنب، وده تقريبا كان الاداري بتاع المكتبه. اخدت خطوات سريعه وخالد ورايا، ولحد ما وصلت للمكتب ولقيت يافطه موجوده على المكتب مكتوب عليها امين عامل مكتبه
استاذ عثمان البدري. عثمان ده كان راجل كبير في السن، عنده حاجه و80 سنه تقريبا. المهم يا سيدي وقفت قدامه وقلت له استاذ عثمان ممكن اخد من وقتك 5 دقايق لو تسمح لي؟ رد بكل ذوق وقال لي اكيد يا ابني اتفضلوا استريحوا. قعدت وقلت له انا كنت حابب اسالك عن حاجه بس لو عندك علم بيها يعني وتقدر تساعدني. قال لي طبعا لو اعرف اكيد مش هتاخر يعني. قلت له طب انت تعرف ناس من الدكاتره اللي كانوا شغالين في المشرحه دي زمان؟ سكت شويه وقام قايل لي يا ابني انت بتفكرني بزمن جميل. قلت له طب يعني انا لو قلت لك على اسماء ناس معينه تقدر تقول لي مين دول؟ قال لي طبعا بس معظم الناس دي ماتت من زمان، وليه يعني بتسأل عنهم دلوقتي؟ قلت له الحوار كبير قوي يا عم عثمان، انت تعرف حد بس اسمه عادل يوسف فرج؟ سكت شويه وحط ايده على وشه وقال لي يا ابني اعرفه، ده كان صاحب والد الله يرحمه. اعرفه واعرف استاذ عزت واعرف المساعد اللي كان معاهم الحاج لطفي الله يمسيه بالخير هو وعفاريته. انا بصيت له وقلت له الله يمسيه بالخير هو لسه عايش يا استاذ عثمان؟ قال لي يا ابني ما هو زي القرد اهو كل يوم على القهوه وصحته بومب ما شاء الله. قلت له طب تقدر تدلنا الاقيه فين يا استاذ عثمان؟ قال لي يا ابني طب هو في اي حاجه انا اقدر اساعدك بيها؟ قلت له طب انت تعرف حد يا استاذ عثمان كان موجود في المشرحه هنا زمان اسمه ادريس؟ بص كده باستغراب وقال لي لا يا ابني ما افتكرش ان في حد كان شغال في المشرحه ايام زمان بالاسم ده. قلت له شفت بقى انك مش هتقدر تساعدني في اي حاجه من اللي انا فيه ده؟ قال لي والله يا ابني انا كان بودي اساعدك، وعامه يعني الحاج لطفي ساكن جنب قهوه على طول تحت بيتهم اسمها ليالي، هتلاقيه على طول قاعد في القهوه اللي تحت البيت. شكرناه واخدنا بعضنا ومشينا وفضلنا نسال على القهوه ولحد ما وصلنا هناك. ولما سالنا القهوجي عليه قال لنا الحاج لطفي على طول يا هنا في القهوه طول اليوم يا في الفرع بتاعنا التاني اللي موجود في شارع 9 قدام العماير القديمه. القهوه هناك اسمها ليالي 2 برضو وهتلاقوها واخده ناصيه. وفي لحظه ادراك كده بصينا لبعض انا وخالد وفهمنا ان دي القهوه اللي موجوده اصلا عندنا في منطقتنا، فركبنا تاكسي ورحنا على هناك على طول. ولما رحنا وما لقيناهوش وسالنا القهوجي عليه قال لنا الحاج لطفي راح مشوار كده وزمانه جاي، استنوا نص ساعه بس. فضلنا قاعدين والوقت عدى ولحد ما سمعنا القهوجي بيقول الحمد لله على السلامه يا حاج لطفي. وقتها لا اراديا بصينا انا وخالد فضلنا مبلمين في حبه وافتكرنا ان ده نفس الشخص اللي احنا شفناه في القهوه من كام يوم. فاكرين؟ قمنا من مكاننا علشان نروح له ونبدأ معاه كلام، وانا رايح وعارف ومتأكد انه هيلاوع ومش هيجي دغري، وعشان كده كنت واخد كل احتياطاتي وانا رايح وعارف ازاي هخليه يتكلم. المهم يا سيدي رحت وبدأت معاه الموضوع. السلام عليكم يا حاج لطفي. رد والابتسامة مالية وشه وقال لي وعليكم السلام يا ابني اتفضلوا. قلت له اهلا بيك يا حاج، انا كنت عايز بس اتكلم معاك شوية يعني لو تسمح لي. قعدنا وما زال بيبص لنا احنا الاتنين والابتسامة على وشه وقام قايل لنا خير يا ابني ان شاء الله، في حاجه؟ قلت له لا اطمن يا حاج ما هو خير ان شاء الله، انا كنت جاي لك بس ومتعشم في خير يعني انك تدلني. قال لي طبعا يا ابني انا لو في ايدي حاجه وهعرف اساعدك هساعدك طبعا وامرني. قلت له الامر لله يا حاج تسلم. انت تعرف حد اسمه عادل يوسف فرج وعزت الصواف؟ الابتسامه اللي كانت ماليه وشه وقتها كسرت وقام رافع ايده على بقه كده وقال لي لا والله يا ابني انا ما عنديش علم بمين دول بصراحه. وقام جايبها من ناحيه تانية خالص وقال لي ليه يا ابني هم دول سرقوا منكم حاجه ولا عملوا معاكم حاجه مثلا؟ قلت له يا حاج لطفي يا ريت نحترم عقول بعض شويه، انت فاهم وعارف كويس قوي انا بتكلم عن مين. لقيته اتعصب شويه وقال لي يا ابني لا اله الا الله، هو انا لو اعرف هخبي ليه يعني؟ قلت له ما هو المشكله ان عارف انك تعرف كل حاجه وهتقول يا عم لطفي. لقيته مره واحده قام من مكانه ورفع صوته وقال لي انت بتهددني ولا ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ رديته وقلت له حيلك يا حاج لطفي مش كده، ده ادريس كان حبيبك حتى. اول ما جبت سيره ادريس لقيت ملامح وشه اتغيرت واتوتر جامد ولقيت العرق نازل من كل حته في جسمه. في الوقت ده لقيته قعد ومسك ايدي وقال لي طب وانت تعرف ادريس منين؟ قلت له يا حاج لطفي انا اعرفك واعرف ادريس واعرف جدي واعرف عزت الصواف واعرف كل اللي كان بينكم، وخد بالك يا حاج انت لو ما جيتش معايا صريح وحكيت لي انا اروح ابلغ بكل اللي حصل، وكل حد بقى اتاذى منك في يوم من الايام او بسبب الناس اللي ماتوا كله هيرجع ياخد حقه منك، ومش بعيد كمان الحكومه تديلك اعدام على الحوارات اللي انتوا كنتوا عاملينها دي. قال لي اعدام ايه بس يا ابني وحوارات ايه؟ اهدى كده بس وانا احكي لك على كل حاجه. قلت له بس يا حاج لطفي عشان نكون متفقين انا عارف كل اللي بينكم بس ناقصانا حاجات صغيره، فلو حسيت انك بتكذب عليا في حاجه انا هقوم من سكات وانت عارف اللي هيحصل بعدها. رد عليا وقال لي والله العظيم يا ابني انا هحكي لك الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم.
زمان يا ابني، ومن اول ما فتحت المشرحة دي، والمشرحة كانت سمعتها كويسة جدا، كان فيها ناس بتراعي ربنا في شغلهم وبيحترموا حرمة الميت. انا في الوقت ده وفي بداية ما فتحت المشرحة كنت في معهد تمريض وكنت شاطر جدا فيه، وللسبب ده اترشحت في اني امسك مساعد في المشرحة سنة 55. في الفترة دي ما كانش في المشرحة اي دكاترة تعيين، ودكاترة التعيين دول اللي كانوا المفروض يعني مسؤولين عن استلام وتسليم الجثث وتصريح الدفن. ففي سنة 56 لقينا شخص غريب داخل علينا وبيقول لنا انه دكتور التعيين الجديد دكتور عادل منتدب من الشرقية. وبعدها بحوالي 3 شهور تقريبا لقينا الدكتور التاني ده جه اللي هو دكتور عزت، وده كان منتدب من المنيا. والشهادة لله هنا ان الاتنين كانوا في منتهى الادب والاحترام. الدنيا كانت ماشية طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل لاكتر من سنة، ولحد ما جه بقى ابن خالتي الله يسامحه. وقفت وقلت له لا ثواني بس، هو ابن خالتك هو ادريس؟ قال لي للاسف وجه وعرض عليا عرض كان كويس جدا بالنسبه للزمن والوقت اللي احنا كنا فيه، ان اروح اعرض على الدكاتره اللي معانا اننا نطلع له جثث واعضاء لناس بفلوس كتيره جدا، كانت 50 جنيه على كل جثه، وده كان مبلغ ضخم. انا رحت زي العبيط وعرضت عليهم وغاوتهم بالمبلغ ده لان مرتبات المشرحه كانت ضعيفه اصلا. وافقوا فعلا، وكان تقسيم ال 50 جنيه 20 لجدك و20 لعزت و10 ليا. وخد بالك ان المبلغ ده بالنسبه دلوقتي من 35 ل 50 الف جنيه تقريبا، في حين انه اتفق انه هياخد 3 جثث في الاسبوع. فلا دي كانت مصلحة في الجون، ولان الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة فاحنا فعلا وافقنا واشتغلنا معاه. قطعت كلامه وقلت له طب هو كان بياخد الجثث دي بيعمل بها ايه، وكان بيدفع الارقام الكبيره دي على اي اساس؟ قال لي اصبر بس ما انا جايلك في الكلام. بعد فتره من الشغل ادريس كان عليه جزء من حساب ل 30 جثه، كنت رايح اخدهم منه في شقته لان في الاصل هو قريبي والمعامله كانت بينا عادي يعني. المهم يا سيدي لما رحت له اليوم ده ولما فتح لي باب الشقه حبت في مناخيري ريحه مش غريبه عليا ابدا، ده غير اني لاحظت كمان على بنطلونه وعلى دراعه من فوق اثار للدم، ده غير ان شكله نفسه كان عرقان وحاجه مش مفهومه خالص. المهم يا سيدي لما دخلني قال لي استريح هنا يا لطف بس 5 دقايق هاخد دش وطلع على طول. وفعلا استنيته، ولما طول كانت الريحه بدات تزيد بشكل غريب قوي، فقمت من مكاني ادور على شباك او بلكونه او اي حاجه ان افتحها اخد نفس مش اكتر. ما لقيتش اي منفذ لدخول الهواء، وحرفيا كانت بدات الريحه تكتم على نفسي. وانا واقف في نص الصاله وبدور لاحظت ان في اوضه في الوش في بدايتها سرير وفوقها شباك على طول، فقلت ادخل اخد نفسي لحد ما يخلص. وفعلا بدات اخد خطوات وادخل، الا واذا الاقي رجلي بتلزق في حاجه تحت. ولما وقفت ورميت عيني على الارض عشان اشوف ايه ده، لقيت ان دي بقع دم مغرقه الارض تحت مني، وكان المصدر بتاعها الوحيد الاوضه اللي في وش الحمام. وفي وسط ما انا واقف مش فاهم اذا كانت دي الجثث بتاعتنا ولا دي حاجه تانية، ورميت عيني على الباب وقتها ولاحظ ان الباب كان موارب مش مقفول، فكان عندي فضول رهيب اعرف ايه الاوضه دي وليه الريحه طالعه منها بالبشاعه دي. فاخدت خطوتين بالظبط ناحيه الباب وزقيت فعلا الباب، الا واذا الاقي لك منظر قدام عيني شايب شعر حرفيا. ارضيه الاوضه عباره عن مجزره دمويه من اشلاء واعضاء بني ادمين مرميه في الارض والدم مغرق الاوضه، ده غير الحيطان يا خلفاوي. الحيطان كانت مليانه طلاسم وتعويذ ورموز شيطانيه موجودة في كل حيطة وفي كل ركن. وبحكم شغلي يا خلفاوي انا كنت بشوف الدم ده يوميا، بس انا لما شفت المنظر ده قدامي للوهلة الاولى انا لقيت جسمي بيتنفض ورعشة غريبة، وحاسس ان انا كنت مغيب وانا واقف. وفي وقت ما انا واقف يا خلفاوي شايف المنظر ده قدامي سمعت ان صوت الحنفيه بتاعت الحمام اتقفلت، فسحبت الباب بكل هدوء ورجعت قعدت مكاني واستنيته فعلا لحد ما طلع، واخدت منه الفلوس ومشيت وما اتكلمتش معاه في اي حاجه. واول ما اخدت الفلوس وروحت وهديت شويه من اللي انا شفته ده كلمت جدك والصواف وقابلتهم وحكيت لهم على كل اللي شفته. هم استشفوا من الموضوع انه كان بياخد الجثث دي يا بيعمل عليها اعمال لصالح حد، يا اما كان بيقدمها قرابين للشياطين والجن. فجدك والصواف كلموه تاني يوم وقالوا له ان خلاص الله الغني وان احنا مش عاوزين نتعامل معاه تاني. احنا كنا عارفين ان اللي احنا بنعمله ده كان غلط، بس مش لدرجة برضو ان احنا نكون اذية الناس ميتة وناس كمان عايشة. ادريس وقتها هددهم وقال لهم ان دخول الحمام مش زي خروجه، ده كمان عمل لي عمل واتجازيت منه في اني ماشي على عكاز زي ما انت شايف، ومفيش لا عمليات ولا علاج نفع معايا. وبعد اللي حصل ده جدك والصواف خافوا على نفسهم من الحكومة ومنه هو شخصيا
فللأسف كملوا معاه. ولحد ما جه يا ابني أسوأ يوم في حياتهم حرفيا. اليوم ده كان يوم 28/12/1962. في اليوم ده يا ابني لقيت موبايلي بيرن ولقيت إدريس هو اللي بيتصل، فرفعت السماعة ورديت ولقيته بيقول لي انا عاوز بنت صغيرة تكون من صلب يا عزت يا عادل وفي اقرب وقت ممكن يا لطفي، وما تقلقش من ناحية الفلوس هبسطك قوي. انا ما قدرتش يا ابن الحلال اخون العيش والملح اللي بينا ما بينهم، فرحت وعرفتهم. في البداية هما الاتنين خافوا، بس حسيت ان جدك مطمن شوية لان ما كانش فيه بنات في ولاده، واللي كان عليه العين في الوقت ده هو عزت، وخصوصا ان كان لسه ليه حفيدة ما كملتش السنة فكانت لسه طازه يعني. المهم رحت زي ما قلت لك كده وبلغتهم بكل اللي حصل، وكان رد جدك في حاله هدوء رهيبه انهم عاوزين يشوفوه. فكلمت فعلا ادريس وعرفته، وجه لحد مكتبهم يوم 29/12 ودار بينهم حوار كبير كان ملخصه انه لازم عزت يضحي بحفيدته يا اما ارواحهم هما الاتنين هتروح مكانها. قلت لهم انا عارف يا حاج لطفي الحوار اللي دار بينكم وعارف الموضوع من البدايه، وعارف كمان انك وقتها اخدت بعضك وخلعت يا حاج لطفي. في الوقت ده انا كنت باصص له في عينه وقلت له كمل يا حاج لطفي كمل، لان انا قلت لك ان عارف بكل اللي بينكم. كمل ان بعدها بكام يوم لما عزت وجدك رفضوا، وفي يوم من الايام الشغل كان ماشي طبيعي جدا في المشرحه، وبالتحديد كان يوم 15/1. عزت وجدك كانوا موجودين في اليوم ده، واليوم كان ماشي زي الفل، ولحد يا خلفاوي ما جت اخر ساعه في النبطشيه بتاعتنا. سمعنا وقتها صوت 2 بنات من الممرضين اللي كانوا شغالين معانا هنا في المشرحه، وهم بيزعقوا وبيصرخوا في الدور التاني بشكل هستيري. ولما طلعنا شفنا منظر قدامنا يا خلفاوي ما بقدرش انساه ولا بيغيب عن عيني. شفت عزت الصواف متعلق من رقبته يا خلفاوي في حبل المشنقة ومتعلق في السقف. ومش بس كده، ده عين من عيونه يا خلفاوي مخلوعة، والدم كان مغرق وشه وجسمه كله. الموضوع يا خلفاوي كان صدمة بالنسبة لي وبالنسبة لجدك، وما عداش اكتر من ايام معدودة يا خلفاوي ولقينا جدك حصل عزت بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. واليوم اللي اجتمع فيه الجثتين مع بعض هنا في قلب المشرحة، الجثتين اختفوا ومحدش يعرف لهم طريق جرة لحد اللحظة دي. ورجع قال لي ده كل اللي عندي يا ابني، انا لا كدبت عليك في حاجة ولا حتى قلت لك معلومة ناقصة، انا فعلا حكيت لك على كل اللي عندي. رديت عليه وقلت له ما انا عارف يا حاج ان ده كل اللي عندك، ولسه هسلم عليه وهمشي، وافتكرت اهم سؤال في الموضوع كله، هو ادريس مات ازاي؟ فقعدنا تاني انا وخالد وقلت له معلش يا حاج اخر سؤال لان السؤال ده مهم قوي بالنسبه لي، هو ادريس مات ازاي يا حاج؟ رد عليا وقال لي ادريس ما ماتش، ادريس من بعد ما اختفت جثة جدك وعزت الصواف اختفى هو كمان، ولحد يومنا ده محدش يعرف له مكان ولا حتى حد يعرف اذا كان عايش ولا ميت. ده حتى شقته اللي كنت بروح له فيها طلع اعلام مراسة لما مر على الشقة زمن يعني، وكنت انا الوريث الوحيد ليها لانه كان مقطوع من شجر. ولما اخدتها خلاص وفرحت ان بقى ليا حاجة ملك وحبيت اجرها علشان الاقي فلوس يعني اعرف اصرف منها، ما كانش في حد بيأجرها وكان بيقدر يقعد فيها يومين على الاقل. يا اما بيجوا يقولوا لي ان في حاجات غريبة بتحصل في الشقة، يا اما ريحة بشعة مش عارفين مصدرها منين. ومن وقتها ابني بيحاول يشوف لها مستأجر او حتى يبيع، بس للاسف الشقة قاعدة في قرابيز. سألته وقتها وقلت له طب ممكن يا حاج اعرف الشقة دي فين؟ يعني موجودة هنا في حلوان ولا فين؟ قال لي هنا ايه يا ابني؟ دي شقة 32 الدور الرابع، العمارة اللي في وشك دي. وهنا وقفنا انا وخالد متسمرين وبنبص لبعض، لان الشقة اللي كانت ملجأ لاعمال الشيطان اللي اسمه ادريس واللي بقت ملك اللطفي هي بالظبط نفس الشقة اللي انا وخالد عايشين فيها دلوقتي.